مبدئيا بقى الحلقه دي للستات بس، الرجاله يمتنعون. مش عايزك بقى تتسحب وتتصنط وتيجي ترمي ودان عندنا. مفيش رجاله النهارده. تعالي الاول بس يا ست الكل نزرع نخله في الجنه. هنقول في التعليقات لا حول ولا قوه الا بالله. بص بقى يا استاذه، انا عارف تعبك ومقدر وقفتك في المطبخ طول اليوم، وجاي النهارده اخلي وقفتك في المطبخ اسهل وامتع. واسمعي بقى كلام دكتور علاج طبيعي. احنا في المطبخ ساعات بنقف بالساعات، بنقطع ونغسل ونطبخ ونعمل حاجات كتيره قوي واصناف، في الاخر بنلاقي ظهرنا وركبنا بيوجعونا. ما احنا مش عايزين نعذبك يا ست الكل. عنوان حلقتي النهارده مطبخ من غير الم. هنقسمها مع بعض على 3 محاور. ازاي نقف صح، ايه التمارين البسيطه اللي هنعملها بعد ما نقف وقفه طويله، ايه اللي ممكن ناكله يدي جسمنا طاقه. اول حاجه الوقفه الصح في المطبخ. بصي بقى، اول غلطه الوقفه لوقت طويل على رجل واحده. انا مش عايز الوضع يكون كده، انا عايزك تبدلي الحمل ما بين الرجلين. يعني شويه وقفتي على رجل اليمين وحبه وتبدليها على رجل الشمال، ما تثبتيش على وضع واحد لساعات. رجلك ما تبقاش لازقه في الارض طول الوقت، حركيهم، غيري تقل وزنك على رجلك. لو الارضيه تحتيكي سيراميك يبقى لازم يكون الارضيه يا اما سجاد يا اما مطاط، عشان دي حاجه تمتص الصدمه بتاعه تقل وزنك على الارض، فتقلل الضغط على المفاصل. نقرب الحاجات اللي هتستخدميها بجنبك حواليكي كده، بحيث ان انت مش كل شويه تشبي وتمددي عضلات جسمك فيحصل مزق او يحصل بعض الاصابات نتيجه الحركات المفاجئه. قربي كل حاجه هتستعمليها في المحيط اللي حواليكي، تبقى اسهل في التناول. ولو انت قصيره وبتمدي ايديكي عشان تجيبي حاجه في حته بعيده قوي، يا ريت تستعيني بكرسي صغير او حتى استعيني براجل البيت. هو مش هياكل وبس. دلوقتي بقى خلاص خلصنا الاكل والطبخ، هنعمل بقى شويه تمرينات مش هتاخد منك 3 دقائق بس، هتفك جسمنا وهتخلينا في وضع تاني خالص. تمرين المد للامام، يعني رجليكي ثابته في الارض وهتنزلي كده بالجذع، تعملي اطاله بسيطه لعضلات الظهر، هيفك كتير قوي، هيغير من حالتك. تاني تمرين هو تمرين لف كتافك لليمين 5 مرات ولليسار 5 مرات، هيفك عضلات الرقبه ويريح كمان الجزء بتاع عضلات الظهر. ثالث تمرين بقى هو تمرين اطراف الاصابع، هتشبي كده على رجلك لمده 10 مرات. ده بينشط الدوره الدمويه جدا وبيحرك الدم في الاطراف وبيخلي في ريلاكسيشن لعضلات الرجلين من تحت. رابع تمرين يا ست الكل الا وهو المد الجانبي. بنرفع ايدينا كده وبنميل على الجنب العكسي بالطريقه دي 5 ثواني، ونرجع تاني نكرر الجنب التاني ونرفع ايدينا اليمين ونميل على الجنب الشمال لمده 5 ثواني مره تانيه، وده بيفتح عضلات الوسط. لو عندك بقى شويه وقت، اخر حاجه التمارين التنفسيه. بدخل شويه هواء من مناخيري كده بعمق واملى صدري هواء، وبعد 5 ثواني هطلعه من الفم. ده بيعمل على تهدئه الاعصاب. اخيرا عايزك تتالقي جوه المطبخ. ما احنا مش هنطبخ ونقطع ونفصفص وبس. المطبخ بياخد منك طاقه وبياخد منك مجهود كبير، فاحنا محتاجين نرجع شويه المعادن والحاجات اللي انت فقدتيها اثناء عمليه الطبخ. ممكن بقى ناخد موزه، تفاحه، 3 تمرات او ثمره فاكهه، وانت واقفه شغاله كده لقطي الحاجات دي، مفيش مشاكل. اتسلي بقى، خدي كوبايه لبن، شويه مكسرات كده قد قبضه ايديكي، اي حاجه كده وانت واقفه بتشتغلي عشان تعوضي اللي بيقع منك، سواء في مجهود او في نقص معادن للعضلات. ما تنسيش يا ست الكل شرب كميه ميه كبيره اثناء وجودك في المطبخ، لان المطبخ اكيد بيكون حر وحضرتك بتفقدي كميه سوائل كبيره، فيجب انك تعوضيها. زائد ان هو هياثر على حركه مفاصلك، فاحنا محتاجين تليين ومحتاجين ضغطك ما يوطاش، يبقى تعوض لنا شويه الميه اللي بيقعوا منك في عرق ومجهود. وشغلنا بقى يا ست الكل اذاعه القران الكريم وانت بتطبخي كده، يمكن ربنا يكرمنا وتخلصي وناكل. ولو عجبك الفيديو يا ست الكل قولي لي كلمتين حلوين في التعليقات. لو بتشوفوني لاول مره تابعوني كل يوم، هتعرفوا معلومه طبيه جديده ومفيده. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه.